كرامتنا منه، احنا امتداد الطبيعي، احنا حملة رسالته. وبالفعل هكذا. وهذا من الوعاء اللي حمل هذول، من الوعاء اللي حمل هذول الزهراء سلام الله عليها، الوعاء اللي هو مصدر العترة الزهراء، الوعاء المادي والوعاء المعنوي. اذن الزهراء ومن سبقها من ذن الاربعة كان يعبر عنهن رسول الله صلى الله عليه وآله: حسبك من نساء العالمين 4. زين، النبي صلى الله عليه وآله كانت تبدر منا بوادر للزهراء، بوادر تلفت النظر، يعني ما مو صادرة لوليد آخر. رسول الله اجوا اولاد، ولا تنسى ان الاولاد اللي اجوا بعضهم ذكور، مو ابراهيم والقاسم والطاهر، ذولا ذكور. واحنا كمحيط كمجتمع، رسول الله عاش في مجتمع عربي، المجتمع العربي يحتقر الانثى ما يحترمها. رسول الله صلى الله عليه وآله لما طب عليه فاطمة يتنحى لها ويجلسها بمكانه، يقبل عليها، يشبعها تقبيل حتى بعد زواجها. فجوم السيدة عائشة زوجته قالت له: يا رسول الله أتقبل فاطمة ولها زوج؟ هي متزوجة. قال لها: لو علمت ما علمت منها لصنعت ما صنعت. ثم حدث الرسول كيف انه ليلة المعراج لما اسري به جاءه جبرائيل ببعض طعام الجنة، فكانت نطفة فاطمة تلك الليلة من ذلك الطعام، ويقولها: انا اذا شممتها اشم منها رائحة الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوشعها لثم وتقبيل، يحترمها احترام غير معهود. ما حدثنا التاريخ ان النبي احنى على واحد من اولاده كما احنى على فاطمة، لا ابراهيم ولا القاسم ولا الطاهر، هذا التاريخ بين يدينا. ما روانا فت صورة مثل الصور اللي رواها عن فاطمة. فاطمة كان يوقف رسول الله امام المسلمين يقول: فاطمة بضعة مني او شجنة مني يؤذيها ما يؤذيني. عمر بن عبد العزيز لما ارجع فدك الى العلويين، قاموا له بعض الامويين قالوا له: اما تخشى، انت ما تخشى من جماعتك من اهلك؟ قال لهم: لقد سمعت حتى ما لي من مجيد، سمعت حتى اذني بعد ما بها مجال تسمع اكثر. ما قاله رسول الله في فاطمة، لقد قال فاطمة: شجنة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. قال لهم: انا ما مستعد اؤذي فاطمة بأذية ولدها، ليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. الزهراء سلام الله عليها كان رسول الله يوليها عناية، يعبر عنها ام ابيها، يمر على دارها صبحا اذا اراد ان يذهب الى الصلاة يوقف 6 اشهر، يقولون المؤرخين، يصيح: السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اتأذنون لمحمد بدخول؟ تطلع له تقول له: ابا البيت بيتك، الحرة ابنتك. يقولها: هكذا امرني ربي. يوقف على الباب يبارك هذه الباب، يمطرها بعطفه وبلطفه، يسكب عليها حنانه. من البيت بي، كل واحد بها البيت هو موضع اعزازه واحتضانه. علي بن ابي طالب بالبيت، وعلي بن ابي طالب يرسمه القرآن نفس رسول الله. فاطمة بالبيت، وفاطمة ترسمها الاحاديث ام ابيها. الحسن والحسين بالبيت، والحسن والحسين حب رسول الله. البيت اذا كان يستأثر بكل النبي، يستأثر بكل عواطفه، يوقف على باب البيت وما يتعدى الا ان يبارك البيت، الا ان يوقظهم للصلاة ويروح الى محرابه ويرجع. واذا اراد يروح الى سفر اخر بيت يعاين بيت فاطمة، ومن يرجع اول بيت يطب عليه بيت فاطمة، حتى تبقى دائما صورة فاطمة في عينيه لا تبارح عينيه. كان يبارك هالباب ويعبر عنها: باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. عاشت هالفترات فاطمة وهي مغمورة بحنان الرسول، ولذلك لما لحق بالمليك الاعلى تغير وضع الزهراء. يعني هالمدة الفترة القصيرة
ترى عاشت من بعد النبي فترة كلش قصيرة، 75 يوم اللي عاشتها، او 90 او 40 على 3 روايات، مهما تفترضها ايام قلائل. هي عد وفاته دخلت عليه او ما لها الرسول، سارها يعني كلمها بهدوء، بكت، كلمها مرة اخرى ضحكت. قالت لها عائشة رأيتك ضحكت وبكيت، ما الخبر؟ قالت انا لا افشي سر رسول الله، اني اذا لبذرة. من بعد ذلك سألتها، قالت لها بالمرة الاولى نعى الي نفسه فبكيت، وبالمرة الاخرى الثانية لا، اخبرني اني اول اهل بيته لحوقا به ففرحت لذلك من بعد ما لحق ابوها بالمليك الاعلى ومرت عليه هذيك النكبات، وين كانت تجي الى قبر رسول الله. شو تريد تقول له انا ادعو الله انقطع الى الله ان يلحقني بيك بسرعة، لان ما اصبحت ايامي تسوى ان اعيش من بعدك، اي يوم يمر من بعدك يمر علي طويلا، تقف على القبر تمطر القبر بدموع عينيها، تقول نفسي على حسراتها، نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحسرات، أبى لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة تطول حياتي. كانت أيامي وياك حلوة أبوي يا روح النبوة، يا أبوي يا راغل مروع. كانت تذهب الى القبر تبكي الى ان يجن عليها الليل. بعد ذلك بنى لها الامام امير المؤمنين بيت الاحزان. بعد ذلك رجعت الى البيت بعد ما بها قابلية تطلع، ما تقوى على الخروج، ظلت في داخل البيت تسكب دمعها. تقول اسمع اصبح عليها الصباح شفتها كامثل ما يكون، احسن ايامها، صحتها جيدة متحسنة. امير المؤمنين سلام الله عليه رآها بخير، طلع لبعض حوائجه. تقول اسمع قالت لي سيدتي يا اسمع اسكبي لي ماء، هيئي لي ماء. تقول اغتسلت اخرجت ثيابا جدد لبستها. قالت اسمع انا ذاهبة الى حجرتي، انت انتظريني شوية يعني فترة قليلة، ناديني ان اجبتك والا فاعلمي اني لحقت بابي رسول الله. تقول اسمع قلت لها وما بعد ذلك؟ قالت بعد ذلك اذا جاء الحسنان ضعي لهما طعامهما، واذا سأل عني قولي هي مضطجعة في حجرتها. تقول اسمع سحبت عليها الرداء ووضعت يدها تحت خدها واستقبلت القبلة. اقبلت اليها بعد ساعة، صحت يا بنت رسول الله لم تجبني، يا بنت من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى ما جابتني. تقول اقبلت اليها رفعت الرداء عن وجهها واذا بها ميتة. تقول جلست عند رجليها، جسعت الرداء على رجلها وجلست ابكي.
اقبل الحسنان قال اسمع اين امنا؟ قلت سيداي هي بالحجرة. اذا اردتما الطعام دونكما طعامكما. قال اسمع متى علمت اننا ناكل الطعام وامنا ليست معنا؟ اقبل الحسن اليها صاح اماه كلميني. رفع الرداء عن وجهها واذا بها ميتة. صاح اخي حسين هلم الي ان امنا فاطمة قد فارقت روحها الدنيا، ماتت وبين ضلوعها اثار ضرب الاصبحية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم كما أسأنا فأحسنت إلينا، فإذا عدنا عد علينا يا الله. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. المؤسس تغمده برحمتك ورضوانك، ولأماته ولروحه مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم